يا ولد لسه بنتكلم بقى على الخضر، والخضر على طول بيعمل تاكلينج ويطلع كورته اللي فاتت في منتهى الجمال. الاتاك بقى المره دي راحت في الشمال، انطلاقه وفرصه جديده لصالح المنتخب اليمني. كره جول هي جول المنتخب اليمني. كان واضح من البدايه احمد ماهر بالمهاره والشطاره والجمال يسدد هدف في منتهى العظمه والدلال. لا والله ده الجمال عدى الكلام، المنتخب اليمني يسجل امامنا هنا، وكان هناك اجراس انذار. بص بقى جاسم العرضيه الخطيره، واحمد ماهر من لمسه واحده كان يجرى ايه علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس اما تيجي ولا احكي لك علي جرى من اللي جرى احمد ماهر بمنتهى المهاره. وقلتها لك يا ماهر التالتة تابتة، اتت الفرصه الاولى مرت بجوار القائم، الكره الثانيه تصدى ليها حارس المرمى، لكن الثالثه على طول كانت في الشباك من المميز وقائد الفريق ومن غيره. المسؤوليه الكبيره على عاتقه احمد ماهر. كويس قوي لاعب منتخب سنغافوره، وبالتالي حكم المباراه يعني كان رحيما في حين عدم اشهار الانذار. مره ثانيه جنب الشمال يا ولد جاسم حط المباراه دي على حدود منطقه الجزاء. التالي منتخب اليمن يعود من جديد ويسجل من جديد عن طريق حمزة محمد. انا يماني واليمن اصل العرب، طيبة وحكمة ترابه كالذهب. الله على اقدام الذهب هنا من جانب حمزة محمد. حمزة يسجل امامنا في هذه اللقطة، وسط طبعا بالاحضان يا حبايب، ما يكدبش خبر، اخذ القرار وسدد كرة بزاحفة ارضية على يمين حارس المرمى علشان يعملها للمرة الثانية المنتخب اليمني. دي ليلة بيضة المنتخب اليمني اليوم يسطع في سماء فتلة. ميروسلاف سكوب ان شاء الله يعطي التوجيهات والتعليمات فيما يفيد المنتخب اليمني في العمر وزمن الشوط الثاني من هذه المباراة. وماهر والثالث في ظل الحفاظ على النتيجة. ماهر يطير بأحلام اليمن ويسجل ثالث الأهداف ويسجل ثالث اللقطات المضيئة في هذه المباراة. ماهر الباهر بالرشاقة واللياقة والأناقة واللباقة والكثير والعديد من الشياكة. يا ولد يا ماهر ماهر اسم على مسمى، وسط طبعا احتفالية وبالأحضان يا حبايب، بالأحضان يا قرايب، بالأحضان. بقول لحضراتكم في ارتباك واضح وفي خلل واضح في دفاع منتخب سنغافورة، والمنتخب اليمني يستغل هذه الأخطاء، هذه الهفوات، هذه الكوارث الموجودة فعليا في قلب دفاع المنتخب السنغافوري. وادي احمد ماهر بمنتهى المهارة والشطارة يضع بالقدم الشمال على طريقة الارتو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.